العدس على طريقة جدتي ألذ من اللحمة. انسوا كل الطرق اللي انت جربتوها قبل كده وجربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. الطريقة دي هي اللي اتربيت عليها ومش بغيرها ابدا، لان دي احلى طريقة بجد انا جربتها للعدس. انا ما بحبش اللي بيتضرب في الخلاط خالص، بالعكس ده طعمه احلى كتير. هتجربوه وانا متأكدة تنبهروا بالطعم. نبدأ كده على طول نشوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجه لازم العدس نغسله كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، نغسله مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما ميته تبقى رايقه زي ما انتم شايفين كده، زي ميه الحنفيه بالظبط كده. هو جاهز معانا تمام. هنجهز دلوقتي بقى كده معانا حله هنضيف فيها العدس اللي احنا غسلناه كويس جدا، وهنضيف دلوقتي ليه الميه دوب بتغطيه، وبنرفعه على النار يتسلق سلق كامل. لا بضيف لا بقى لا معاه لا جزر ولا توم ولا اي حاجتين تكون، هو بس العدس والميه يتسلق وخلاص على كده. وطبعا مش بنغطيه لانه بيفور وممكن يبهدل معانا الدنيا. دلوقتي بقى معايا كده طاسه على النار فيها معلقه كده من اللي هي الضاني، انا مقطعاها مكعبات صغيره بالشكل ده، بتدي طعم حلو قوي قوي كانك بتاكلي لحمه بالظبط. اول ما تسيح معانا بضيف ليها كده معلقه برده من السمنه البلدي، طبعا لو مش متوفره عندك اللي هي مفيش مشكله، اي ماده دهنيه متوفره عندك استخدميها. ومعلقه كده كبيره من الثوم. هنبدا بقى دلوقتي كده نحمرهم مع بعض بحيث الثوم ياخد معانا اللون الاصفر الخفيف. وخلي بالكم لو غمق معاكم الثوم طبعا بيمرر وهيبوظ الاكله بتاعتنا خالص. خد اللون المطلوب اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده اضيف ليه كده معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، بتدي نكهه وريحه رهيبه بجد. هنشوحهم كده مع بعض تقليبتين بس زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هضيف دلوقتي ليهم عصير الطماطم. وبالنسبه للطماطم انا لازم بصفيها، طبعا براحتكم خالص زي ما تحبوا، بس انا بحب كده الطبيخ بتاعي يبقى رايق وشكله حلو جدا كده. خلاص ضفنا الطماطم بتاعتنا. هنضيف برده معلقه من السكر، هنضيف الملح. البهارات بتاعتنا سهله وبسيطه جدا، شطه طبعا دي على حسب الرغبه. بنبدا نقلب بالشكل ده وهنسيبها طبعا لما تتسبك براحتها خالص. انا عايزاها تتسبك كويس جدا، فهغطيها طبعا عشان تتسبك معايا واوريكم دلوقتي شكلها بيكون عامل ازاي. كده خلاص هي اتسبكت، هي كده جاهزه معانا تمام. هنركنها على جنب ونشوف الخطوه اللي احنا هنعملها بعد كده. في المرحله دي كان العدس اتسلق معايا تمام. هضيف له كده معلقه من التوم. طبعا التوم ان هي حاجه يا جماعه واللي احنا بنحمره حاجه تانية خالص. الطعم طبعا بيختلف تماما، فانتوا جربوه بالطريقه دي وانا متاكده هيعجبكم. كده خلاص العدس اتسلق معايا تمام وضفت له التوم. هنبدا دلوقتي نجيب الصلصه بتاعتنا ونضيفها عليه بالشكل ده. ضفنا الصلصه هنسيبهم بقى لما يتسبكوا مع بعض. وهنعمل خطوه تانية هتفرق جدا معانا برضو في الطعم وبتحلي الطعم وبتعليه كمان، اللي هي بقى احنا بنحمر شعريه ونضيفها ليه في طاسه على النار. هضيف كده معلقه من السمنه البلدي ومعلقه من الزيت، وهبدا دلوقتي اضيف لهم الشعريه حوالي كده 4 معالق كبار من الشعريه، نحمرها بحيث تاخد معانا اللون الذهبي. هوريكم دلوقتي شكلها بيكون عامل ازاي. طبعا لو انتوا عايزينها خفيفه كده براحتكم، لكن الشعريه بتدي لها قوام شويه بتكون تقيله. يعني انت لو عايزه تاكليها بالعيش تقدري تاكليها عادي جدا ما دام ضفتي ليها الشعريه. لكن طبعا لو سبتيها زي ما هي كده من غير اي اضافه ليها بتكون خفيفه، يعني تعتبر شوربه. ضفنا ليها الشعريه ونسيبها بقى لما تكمل تسويه معاها. وطبعا في المرحله دي انت بتدوقي وتظبطي الملح بتاعك، عايزه تزودي ملح عايزه تزودي بهارات تانية براحتك خالص. هسيبها بقى لما تستوي براحتها خالص وهوريكم بقى شكلها مع عيش بقى محمص بصل اخضر. مفيش احلى من كده. شايفين الجمال؟ لازم تجربوا العدس بالطريقه دي بجد يا جماعه، حلو جدا. انا عارفه ان هو مختلف عن اي طريقه جربتوها قبل كده، بس دي الطريقه اللي انا اتعلمتها من جدتي وبصراحه ما بعرفش اعمل غيرها. عايزاكم بقى تجربوه وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، يهمني جدا. بكده وصفتي النهارده تكون خلصت. اتمنى تكون عجبكم. يا ريت طبعا لو عجبكم تدعموا الفيديو باللايك والشير عشان الوصفه بتاعتنا توصل لكل الناس. اكون شاكره لكم جدا جدا واشوفكم على خير ان شاء الله.